لو حضرتك مريض سكر او حد من قرايبك مريض سكر، يبقى لازم تساله سؤال مهم جدا: امتى اخر مره كشفت عند دكتور قلب؟ في الغالب هيقول لك انا عندي سكر بس قلبي سليم ومش بشتكي من اي حاجه. لكن الحقيقه ان عدم وجود اعراض مش معناها ان القلب سليم، وده اللي لازم تعرفه دلوقتي قبل فوات الاوان. اولا، السكر هو عدو الشرايين. السكر مش بس بيرفع نسبه الجلوكوز في الدم، وكمان بيدمر جدران الاوعيه الدمويه واحده بواحده. بيأثر على الشرايين الدقيقه زي شرايين العين والكلى، والشرايين الكبيره زي الشرايين التاجيه بتاعه القلب. وده اللي بيسبب حاجه اسمها تصلب شرايين صامت. يعني ايه صامت؟ يعني المريض ما عندوش اي اعراض، بس الشرايين بتتسد تدريجيا لحد ما تحصل جلطه او ذبحه بدون اي مقدمات. ثانيا، الجلطات ممكن تحصل فجاه وبصمت. مريض السكر اكتر عرضه لجلطات القلب واضطراب كهربائي القلب، وكمان في ضعف في عضلات القلب. ممكن تحصل من غير الم صدر تقليدي، اللي هو الم او شديد في ناحيه الشمال بيسمع في كتفي وظهري واحيانا للرقبه والفك. طب ده ليه؟ لأن السكر كمان بيأثر على الأعصاب، فالإحساس بالألم بيكون أقل. ثالثا، اكتشاف بدري بيساوي إنقاذ حياة. لو رحت لدكتور القلب وعملت رسم قلب وأشعة إيكو أو أشعة تلفزيونية على القلب وهولتر أو رسم قلب بالمجهود وتحليل سكر تراكمي وتحليل دهون، ممكن نكتشف مشكلة في الشرايين أو القلب قبل ما تتحول لمشكلة كبيرة، ووقتها بنبدأ علاج بيحمي القلب وغالبا بيقلل احتمالية حدوث الجلطة بنسبة كبيرة جدا. الخلاصة: مريض السكر حتى لو مش حاسس بأي حاجة لازم يعمل كشف دوري على القلب، مش رفاهية، ده إنقاذ حياة. لو تعرف أي حد مريض سكر ابعت له الفيديو ده فورا، يمكن نلحق المشكلة أو الكارثة قبل ما تحصل. وافتكر دايما الوقاية أهم بكتير من العلاج، خاصة مع مرض غدار زي السكر. أشوفكم على خير.